الحكايه اللي انت تسمعها دي دلوقتي من اخطر واصعب قصص اللي انت ممكن تسمعها في حياتك، فلو حضرتك بتخاف ارجوك اقفل الفيديو وما تكملوش. ليه؟ لان الحكايه اللي انت هتسمعها دي رعب الرعب. يمي 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 خاف يا عيد. يمي فشايك قهوتك واقعد معايا ولايكك وشيرك وسبسكرايبك ويلا نخش على القصه. في يوم لقيت المعلم عبده ستار بيرن عليا وبيقول لي ايه يابا انت فين يابا؟ قلت له ليه يابا؟ قال لي دلوقتي تعالى عشان في منكش وانا همسك بحبح هرميه في اقرب بلاعه. ليه كده؟ على مهلك علينا. قال لي لا مش على مهلي، دلوقتي الراجل جالي قال لي معلش انا عايز دلوقتي فلوس سلف عشان الفالنتاين. قلت له يا اسطى مش عيب عليك؟ انا بتسلف بحبح اللي ملوش لازمه ده فلوس عشان يروح يتقيم بيها مع خطيبته اللي اصلا بتديها له على دماغه؟ ده كلام؟ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. قال لي اعمل ايه بقى؟ صاحبي وعايز اتمرجل معاه واستجنى معاه بس هو ما طلعش جدع. قلت له ليه؟ ايه اللي حصل؟ مالكش دعوه مالكش دعوه. قال لي يابا دلوقتي هو خد مني الفلوس وراح ما جابش بيهم حاجه لخطيبته. قال لي بحبح راح خد الفلوس وراح البلاي ستيشن وراهن بيهم. قلت له بلاي ستيشن ايه اللي يراهن بيهم؟ قال لي لعب على قدراته ولعب ماتش فيفا واللي يكسب يدفع للتاني والمعلم خسر وما جابش لخطيبته وانا دلوقتي محتاج فلوسي. يا نهار اسود يا نهار اسود. انا بقول له يا عم خلاص ربنا يعوض عليك واعتبرك اتصدقت بيهم. لا مؤاخذة في اللفظ، لا مؤاخذة ايه في اللفظ. لقيت عبد عماد بيقول لي اعتبر ايه يابا؟ الفلوس دي لو ما رجعتش بحبح مش هروح بيتهم. ده انا هد الدنيا، ده انا ولع المنطقه دي باللي فيها. خلاص ليه؟ ايه يا عم تمام؟ هو انا يعني ما اعرفش اعمل فيه اللي خطيبته عملت فيه؟ وبدا بقى ستار يهبل ويفرش المرايه للمعلم بحبح. واخد بالك انت ازاي؟ اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. قلت له ليه يا اسطى؟ يا خطيبته عملت ايه؟ قال لي يا اسطى دلوقتي خطيبه المعلم بحبح مسكته وعلقته لا مؤاخذه على عمود الكهرباء اللي قصاد بيتهم وقعدت تكهرب فيه 13 يوم. ما عملش معاك اي حاجه ابدا وشرفك يا معلم. الله، لا سحب عليك سنجه ولا فتح مطوه ولا رجل كرسي حتى. فانا قمت رايح قال له يا نهار اسود يا حافظ وانت عادي كده؟ قال لي لا يا عم ده انا متعود على كده، انا اصلا موزق وانت عارف ان انا راجل بتهزق. قلت له وبعدين؟ قال لي يا عم اللي حصل كالاتي، في الفالنتين انا كنت وعدها ان انا هجيب لها ايه احلى هديه. قلت له وبعدين؟ قال لي الدنيا زنقت معايا شويه فقمت رايح جايب لها سلسله وورده، واخد بالك انت ازاي؟ فالصو كده من اي ايه بياع سريح. ورايح يا عم بدهم لها وبقول لها معلش الدنيا ضيقه معايا. قامت سحبه لي واحده اسكندراني وقالت لي ضيقه. قالت ايه يابا انا ما يهمنيش الحاجات دي، وقامت ماسكاني لا مؤاخذه ايه من الزعبوط كده وقامت ضرباني ايه بدماغي في العمود. طبعا خلاص شلال دم بقى والناس اللي في الحته خلاص حرام عليكي خلاص اعتقيه خلاص الواد هحرم احنا يا ست هنلم ونجيب لك الهديه وهي ابدا. لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفها المناقشه بالنسبه لهم في الموضوع ده. لا كانت هتفهم. لازم انا هزقه هلفت بالحته عشان ما جابليش يوم عيد يوم عيد الحب. وقامت ماسكاه تطلع عشان يبقى ذكرى روح امك وتفتكرني بيها. انا هعلمك علامه لا مؤاخذه ما تعرفش تدخل حتتنا تاني. وقامت ماسكاه وربطاه في العمود وقالت الدكر اللي في المنطقه هيحاول يفكه هربطه جنبه. A7A. وفضل بحبح مربوط 13 ليله، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ على عمود الكهرباء لا حد قادر يسال فيه ولا حد قادر يفكه. انت بتصدقها ياما؟ هو ده كلام يخش دماغ حد؟ جراح يا ولا هو انت ده ما سدد نفسك ليه؟ كاتك الهم؟ فانا بقول للمعلم ستار يا نهار ابوها اسود ايه يا اسطى القلب الجاحد ده وانت يا لا بحبح على اللي رميك الرميه السودا دي. قال لي اعمل ايه يا صاحبي؟ بحبها يا صاحبي. قلت له بتحب ايه؟ يخرب بيتك وسنينك السودا دي البت دي هتموتك يالا. قال لي يا عم انت مالكش فيه؟ انا مش فاهم اصلا انت بتتدخل ليه يا اسطى؟ طب شوف نفسك. قلت له لا 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 ده انت هتهبل بقى. انا ما اسمحلكش. المهم يعني شويه ولقينا ايه خطيبته بتتصل ايه دور تعشت طبعا والعرق صب وقام قاعد يهوي واحنا في عز التلج. قلت له امسك نفسك يالا امسك نفسك انا حافظ انا حصلش حاجه عادي رد عليها.
له اصل انا نسيت، المفروض كنت اصحيها عشان ميعاد السكين كير روتين بتاع وشها. قلت له ايه يابا لا مؤاخذه؟ قال لي ده حاجه كده انت مش تاخد بالك منها، بس هي مهمه عندها يعني. قلت له طب افتح يابا ورد ربنا معاك. المهم بحبح لسه بيفتح واحنا سامعين بقى واحده اسكندراني تانية، انت يا ابني كذا في كذا، ازاي ما تصحينيش؟ ده انت بص ده لما اقابلك بتقول ايه؟ خلص من شويه الهلافيت اللي معاك دول وتعالى لي، ده انت ليله اهلك سودا النهارده. المعلم ستير واقف اللي هو قام رايح قايل له يا نهار ابوك اسود يا بحبح، انت للدرجه ده؟ لا انت الكرامه زيرو، الكرامه صفر لا حافظ. احنا ما بنفتريش على حد. قال له هنعمل ايه بس يا صاحبي؟ هو مين بس ما بيتهزقش في الزمن ده؟ ما انت عارف الرجاله كنا بنسمع عنهم في القصص، انما كلهم زي حالاتي دلوقتي. انت نموذج حقير. صح. لا مؤاخذه يا دوبك في البطاقه. قلت له يا نهار ابوك اسود يا حافظ، طب روح يابا روح يابا لا تعلقها لك لا مؤاخذه. المهم وقف تاكسي وطار، ولقيت المعلم عبده واقف بيقول لي يا نهار اسود احنا لازم نقطع علاقتنا بالواد ده، الواد ده يشبهنا، الواد ده غلط. انت تعرف الواد الغلس ده منين؟ ما اعرفوش يا راجل. قول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع.